وجه مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها اليوم الأربعاء دعوة مهمة لدول التحالف العربي الداعم للشرعية والذي تقوده السعودية بإنهاء التخبط الإعلامي وعدم السماح بالعبث الحاصل في بعض الوسائل. وقال محمد الغيثي رئيس هيئة التشاور والمصالحة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر رصدها المشهد: إن الهيئة يقع على عاتقها مهمة تقارب القوى والأحزاب السياسية والمكونات الوطنية وتوحيد صفها تحت مظلة الشرعية وصولا إلى إحلال السلام. وأشار إلى أنها تبذل الهيئة جهود كبيرة في هذا الشأن عبر لجانها المختصة. وأضاف: ولا خيار أمام قوانا السياسية الحية إلا النجاح، وقد وجدنا الجميع متعاونا بالفعل. وتابع: ومن واقع مسؤوليتي أن أدعو الأشقاء في دول التحالف إلى مراجعة وضبط الخطاب الإعلامي والسياسي لبعض وسائل الإعلام وبعض الناشطين والكتاب البارزين عندهم. وأشدد على أن استمرار هذا التخبط الإعلامي دون موجهات دقيقة يسهم في إفشال جهود تماسكنا ووحدة صفنا لمواجهة ميليشيا الحوثي. واردف: ولا شك أن حرص شقاؤنا على مستقبل شعبنا وسلامته لا يقبل السماح باستمرار هكذا عبث. وأكد أنه يبذل الجهود لضبط خطاب القوى السياسية في الداخل، وهذه مهمة صعبة للغاية يجب أن يشوبها خطاب إعلامي غير دقيق من الخارج، حيث أعتقد البعض أن ذلك يمثل توجه مؤسسات أشقاؤنا، وهذا بلا شك غير صحيح. يأتي ذلك بعد أن نشرت وسائل إعلام ونشطاء تقارير صحفية تستهدف شق الصف بين القوى اليمنية المناهضة للانقلاب الحوثي.